يا مساء الورد على احلى متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. مش معنى ان احنا في رمضان يعني مش هنعمل تورته لاي عيد ميلاد، لا طبعا هنعمل تورته ومش هنشتريها من بره خلاص. دي تورته كانت 25 في 35. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد. نبدا مع بعض الفيديو. لو مره يشوفني انا مها، ودي قناتي ماهي سويت. ما تنساش تعمل سبسكرايب او فولو على الفيسبوك، ويلا نبدأ الفيديو. دي الكيكة انا خبزتها في صينية الفرن العادية اللي هي الكبيرة، تقريبا مقاسها 25 في 35. ودي الكريمة عملتها عبارة عن كوباية كريم شانتيه، نص كوباية كريمة لباني، ومعلقتين لبن باودر، معلقتين موز فانيليا. وبصوا اما ضربتها بكوباية لبن ساقع طلعت بالمنظر ده، تحس ان الكريمة ايه ماسكة نفسها كده. بعدين سبتها على جنب بقى وقلبت الكيكة، وبالمنشار بتاعي هقطعها 3 طبقات. ظبطت المنشار على رقم 8 عشان يديني طبقة الكيك تكون سميكة شوية. بس كده بصوا الكيك مرتاحش كتير يعني، بس ايه طري جدا جدا، مش هنحتاج حتى ان احنا نسقيه. لو في طبقة كيك او ديسك كيك معاكي تقطع منه قطع او بقى مفتفت زي الكيكة دي كده، عادي جدا هيتحط على طبقة الكريمة ويتسقي، او يتحط عليه الكريمة يمسك في بعضه يبقى تحفة. البورد بتاعتي حطيت عليها سنة كريمة اللي احنا عملناها، وبدأت احط اول ديسك وهبدأ احط عليه الكريمة. انا ما سقيتهاش زي ما احنا شايفين عشان هي التورته هتتاكل على طول مش هتتركن، وتاني حاجه هي طريه كده زي ما احنا شايفين. بس هبدا افرد الكريمه. وبعدين عندي هنا صوص كراميل، ده بتاع المتحده. ممكن تعملي كراميل في البيت، انا عملته هنا على القناه كذا مره، او تحطي اي حشوات تانية انت حباها. هبدا ابص بقى، ده ديسك الكيك اللي هو اتفتفت، كان ممكن اشيلها في المونتاج، بس انا حبيت اوريكم ازاي ممكن لو اتفتفت الكيك معايا اقدر اكمل واقدر اهندله وابدا اظبطه واحطه في الوصفه عادي جدا. حطيت اهو وحطيت عليه الكريمه، وهبدا اوزع الكريمه كده. عايزين تحطوا مكسرات، عايزين تحطوا قطع فاكهه، براحتكم خالص. ودي كده تالت طبقه، الطبقه التالته هبدا اظبطها الاول وبعدين احط عليها الكريمه. انا كده حشيت خلاص، هبدا اجلس تجليسه خفيفه كده. الاول هقص او هشيل الزيادات من على الجنب عشان اسوي التورته كلها ببعض تبقى كلها متساويه. لما بتعملي الخطوه دي قبل التجليس التورته مش بياخد معاكي كريمه كتير، لان اوريدي انت بتبقي سويتي طبقات الكيكه مع بعض، فالكريمه اللي بتتحط تبقى طبقه بسيطه جدا. حطيت كده الكريمه وهبدا بقى ايه اعملها بالسباتيولا او السكرابر. انا حطيت الجناب الاول وبعدين احط على سطح التورته، وهبدا املس عليها كده بالسباتيولا علشان انعم التورته، لان التورته كلها هتبان معايا من الجنب، فلازم تتجلس تجليس كويس. دلوقتي عشان اجلسها تجليس حلو قوي لازم يبقى معايا كوبايه ميه سخنه بتغلي، احط فيها السكرابر بتاعتي واطلعها واحطها على الكريمه، هتلاقيها بتتجلس وناعمه كده وجميله ومش هتاخد اي وقت. طبعا هنا عشان انا ما اطولش عليكم في الفيديو، طبعا جلست شويه فيها كتير لغايه ما بدات تظبط. هنا بقى الكريمه اللي انا هلونها حطيت نقطه او نقطتين من اللون الاحمر، ادتني لون بينك. بصوا هو لوحده مش باين، بس لما حطيته جنب الابيض باين. هبدا بقى هجلس بيه التورته، هو ده اللون اللي انا عايزه اعمل بيه التورته من فوق. بس كده حطيته، هبدا بقى اسويه زي ما اتفقنا. معايا كوبايه ميه بتغلي، احط فيها السباتولا وهبدا احطها املس بيها على التورته لغايه ما الجناب تتساوى معانا زي ما احنا شايفين كده. أنا كنت طابعة توبر، اللي حابب يعرف أنا باطبعه فين وبكام يبعت لي في الكومنت وأنا هادّي له التليفون، المطبعة اللي أنا باطبع فيها أو الاستديو اللي أنا باطبع فيه الصور، سواء كانت sugar sheet أو توبر. أنا عندي sprinkles أبيض عامل زي اللولي كده، حوّضت بيه التورتاية كلّها من تحت، وده التوبر اللي أنا طبعته، بيبقى sheet كده على بعضه تقريبًا ب25 جنيه، باطبعه وبابدأ أقص الفراشات كده زي ما أنا عايزاها. أنا حطيتها هنا بالتدريج، كبير، أصغر، 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 لغاية أصغر حجم خالص. كنت كاتبة اسم صاحبة العيد ميلاد وhappy birthday اختصاراتها يعني. بدأت كده أحطها في النُص اللي فوق. أنا كده اتقسمت بالفراشات نُصّين. أنتِ بقى براحتك، عايزة حابة تعملي نُص كريمة ونُص فاكهة، نُص chocolate ونُص كراميل، يعني براحتك. أنا حبيت أزينها تزيين بسيط خالص وخفيف خالص ما فيهوش أي حاجة. أنا كتبت اسم صاحبة العيد ميلاد happy birthday ونور بالشوكولاتة البيضا، حطيتها في المولد بتاع الحروف. حطيت هنا كاندي أحمر، طبعًا ادّى للتورتة لون تحفة. ده عندي دست دهبي، حطيت كده شوية دست دهبي، ممكن تحطي عليهم نقطة مَيّة أو نقطة ليمون أو نقطة روح اللوز، حاجة من ال3 يعني. أنا حطيت هنا مَيّة عادي جدًا بدأت أمشي بيهم على نُص التورتاية اللي هو فيه الhappy birthday والاسم، وعلى الناحية التانية هامشي بدريبات نوتيلا بيضا، نوتيلا بيضا عادية خالص أو اللي هي الشوكولاتة يعني، طبعًا ده البديل مش نوتيلا by name يعني، البديل اللي هو مش مقاطعة. حطيته وحطيت عليه معلقة زيت وقلّبته كويس جدًا، وبعدين حطيته
في كيس حلواني صغير بتاع الصوص، هنا الحتة دي نزل مني نقطة دست دهبي، فضبطتها حطيت حتة كريمة وضبطتها عشان ما يبقاش شكلها مش حلو يعني أي حاجة أي غلطة ممكن تحصل معانا في التورتة ممكن بنضبطها. دي بقى النوتيلا اللي قُلت لكم عليها، هانزل عليها دريبات تقيلة كده، أنا مش عايزاها دريبات تكون نازلة لغاية آخر التورتة من تحت، يعني زي شكل كده بسيط، وفي نفس الوقت طبعًا لأن الشوكولاتة البيضا الspread دي بتبقى تحفة جدًا في طعمها بيبقى حلو أوي. بس عندي بقى النُص التاني ده فضلت محتارة فيه شوية أعمل فيه إيه، بعدين قررت أحط كلّه شوكولاتات، يعني لقيت عندي chocolate كده عاملة زي مندولين، مش عارفة تعرفوها والّا لأ، دي قطع شوكولاتة كورونا، حطيت مثلًا بسكوت أوريو بديله يعني، ودي مكعبات chocolate pink كنت عاملاها برضه، شوكولاتة pink بالونها بلون زيت، ألوان زيت يعني، وباحطها في الmold بتاعها، ودي بقى مكسرات بما إننا في رمضان، بس كده. وطلعت بالحلاوة والجمال، أنا مش بابقى مخططة لها خالص، خالص يا جماعة والله، أنا باحط الحاجات قدّامي وبعدين بابدأ أرصها وزي ما تطلع بقى، وطلعت في الآخر بالجمال ده، يا رب تعجبكم، يا رب تكون سهلة عليكم، أتمنى اللي يتفرج معايا لغاية اللحظة دي وعجبه الفيديو ما تنسونيش في لايك، سبسكرايب وfollow وكمان بقى كومنت حلو منك كده عشان أكمل، أنا والله يا جماعة باتعب جدًا في الفيديوهات دي تصوير ومونتاج ورفع، فلو أنت وصلت معايا بقى للدقيقة دي ما تنساش اللايك والكومنت الحلو تشجيع منك عشان أكمل ويبقى عندي حماس كده إن أنا أعمل لكم وصفات أكتر وأكتر. ما تنساش سبسكرايب على قناة اليوتيوب وfollow على الpage بتاعة الفيسبوك عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة، باحبكم جدًا، أشوفكم في فيديو جديد.